من كده. ولكن واصابه معلول طبعا زعلاني، ولكن في حاجه جميله جدا مفرحه كل الاهلاويه، مفرحه كل المصريين على ما اعتقد يعني. عوده ابو تريكه، عوده ابو تريكه. رفع اسم ابو تريكه من على قوائم البتنجان، فاهم انت؟ فالحمد لله، الحمد لله ان ابو تريكه هيرجع ينورنا باذن الله، باذن الله الكلام يطلع حقيقي باذن الله، ويرجع ينورنا تاني هنا في مصر، ويرجع يمسك منصب لان هو يستحق، والنادي الاهلي محتاجه. النادي الاهلي محتاج، اسمع بس يا صديقي الكلمتين دول والله بجد. النادي الاهلي محتاج ابو تريكه، وابو تريكه محتاج النادي الاهلي، ويستاهل ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله ابو تريكه يرجع، ان شاء الله باذن الله يرجع مصر، ويبقى هو الرئيس القادم بعد محمود الخطيب. ما تفهمنيش غلط، انا ما عنديش في الكلام ده، انا ليا دعوه بالاهلي بس. اه، لان محمود الخطيب زي ما كلنا ما عارفين، الكابتن محمود الخطيب طبعا خلاص دي اخر فتره ليه. فمين بقى اللي هيجي بعده؟ ما تقدرش تخمن. انا بقى اتمنى وانا على ما اعتقد الناس كتير قوي تتمنى ان يكون ابو تريكه، يعني منصب لايق عليه، هي حتته بتاعته ان شاء الله باذن الله.